اول حلقتين من مسلسل واتشت الجديد مسلسل اقامه جبريه بطوله هنا الزاهد وشرنوبي. خلونا ندردش عليهم شويه دلوقتي، هتكلم براحتي خالص، هحرق في الاحداث، فلو ما شفتهمش يفضل تشوفهم الاول وبعدين كمل الفيديو. مبدئيا كده مش عارف ليه واحنا بنعمل مسلسل لازم نعمله بالطريقه المصريه التقليديه، ما ينفعش نعمله بشكل احترافي شويه او نقلد حتى مسلسلات هوليوود. يعني مثلا الاحداث محتاجين نحشيها شويه فبنحشيها بمشاهد حواريه زي ماما حبيبتي ازيك عامله ايه، انا تمام يا روحي، انت اللي عامل ايه، انا الحمد لله، انت وحشاني قوي، وانت اكتر يا حبيبي، انت كنت هايل النهارده في السباحه، ربنا يخليك ليا. او مثلا البنت تدخل على امها تلاقيها بتعمل شوربه فبتقطع بصل بالسكينه، ايه ده يا ماما عورتي نفسك، لا ما تخافيش يا حبيبتي ما حصلش حاجه، لا يا ماما انت عورتي نفسك، انت بتعندي ليه يا حبيبتي، لا انا كويسه ما فيش حاجه، لا ما فيش حاجه ازاي، طبعا في حاجه، ما خلاص يا وليه انت وهي فقعتوا مرات المشاهد العيان اللي بيتفرج عليكم. وهكذا بقى من ده كتير، اللي هو تحس فيه مشاهد حواريه في نص الاحداث مش بتضيف اي حاجه غير ان الران تايم بتاع كل حلقه يبقى ساعه الا ربع، هو ده هدفها مش اكتر. مشكلتي معاها اني بحس اني دخلت بيوت الناس كده، حاسس اني مش في المكان المناسب، اللي هو انا فتحت باب حد كده ودخلت بيته وبشوف الامور اليوميه بتاعتهم والحوارات اللي بينهم، وانا مش مطالب او يعني مش ده المكان اللي المفروض اكون موجود فيه. برضه حاجه تانية مش عارف ليه لازم احنا كمصريين نعملها، اللي هو ده مسلسل مصري يبقى لازم نعملها بالشكل ده، ما نعرفش نعملها بشكل تاني، اللي هي الاكسبوزيشنز او التوضيحات، اللي هو انا مثلا عايز اقدم شخصيه جديده في الاحداث او عايز احكي موقف معين حصل قبل كده، اجيب شخصيتين يتكلموا مع بعض وكل واحد في وسط ما هو بيتكلم كده يوضح لنا بقى الحاجات اللي مهم نعرفها كمشاهدين، يقعد يلقن في ميتين امي بقى اسماء شخصيات او احداث معينه او طبيعه علاقات معينه، كانه بياكلها لك بالمعلقه كده، اللي هو ادفع حياض. بس ما علينا، دي كلها عيوب موجوده في كل الدراما المصريه مش في المسلسل ده بس، فجايز دي تبقى حاجه ليها علاقه بالشركات المنتجه ان هي على طول ماشيه بالاسطمبه دي مش بتغيرها، فالمسلسل في الحاله دي ملوش ذنب يعني. خلونا نتكلم عن المسلسل بغض النظر عن مشاكل الاخراج او الكتابه. واضح ان اكتر اداء عالي في المسلسل لحد دلوقتي هو اداء هنا الزاهد. البنت جايه بتمثل يعني واخده المسلسل بجديه قوي، مش جايه تهزر. انفعالاتها وتعبيرات وشها وطريقتها في رص الكلمات، دي مشكله عندنا في الممثلين المصريين، ان قليل قوي اللي بيعرف يرص الكلمات بشكل ما يبانش انه تمثيل. لا هنا واضح انها اكتسبت خبره كبيره من ساعه ما بدات مشوارها الفني، وصلت لدرجه انها تمثل بطريقه مقنعه، انت مش حاسس منها بالاداء الكرنج الخنيق اللي بتشوفه من حد زي ايتن عامر ولا رانيا يوسف مثلا. لا واضح انها بتحاول تقرب اكتر من الصفه دي بتاعه منى زكي وهند صبري ومنى شلبي والناس دي. هي لسه طبعا قدامها مشوار طويل، وخاصه ان طول الوقت الناس بتتهمها انها دخلت المجال عشان مزه وخلاص، انما هي ما بتعرفش تمثل، فيبدو لي ان هي بتحاول تثبت لهم انهم على خطأ، وان هي بتعرف تمثل وبتعرف تؤدي وبتعرف تقدم شخصيه صلب. كل ده انا ما عنديش مشكله معاه، اوكي جدا يعني، هي فعلا عمل ورا التاني بتنجح في اثبات بعض الامور اللي هي عاوزه تثبتها، لكن مشكلتي انها ما بتغيرش، هي شخصيه واحده اللي بتطلع بيها في كل عمل يجي لها وبتطور في نفس الشخصيه دي وبس، انما مش بتنوع، ما عندهاش رينج. هي بالشكل ده واضح انها عاوزه تكون متخصصه فقط في الدراما والرومانسيه وبعض من الكوميديا. لسه طبعا الحلقات جايه، بس برضو مش حاسس ان هنا وشرنوبي لايقين على بعض. هل هيبقى في كيمستري حلوه بينهم في الاحداث بعد كده؟ اشك بصراحه، بس اتمنى يعرفوا يظبطوها، لان بصراحه دي هيكون ليها تاثير كبير جدا على كل حاجه في المسلسل. دي اهم حاجه، الكيمياء بين ابطالنا. قصه واحده بيحصل فيها تحولات نفسيه وغريبه بسبب حاجه مأساويه جدا حصلت، انها قتلت جوزها بسبب انه زهق منها، حاولت تطلب منه فرصه تانية لكنه جاب اخره، قامت زقته من البلكونه. مش حاجه عظيمه قوي بس مش وحشه انه حكالي في الحلقه الاولى القصه من منظور سلمى للنيابه، وانها قالت لهم انها زهقت من جوزها فطلب منها فرصه تانية، فقالت له لا جبت اخري، قام انتحر. ولكن في الحلقه اللي بعدها مباشره بنكتشف ان ده خداع من الراوي الغير موثوق فيه، لان الحقيقه هي العكس، هو اللي زهق منها، هي طلبت منه فرصه تانية، قال لها جبت اخري، قامت زقته من البلكونه. حاجه كده بتفكرني بفيلم ذا لاست دول اللي كان فيه سرد لنفس القصه من 3 زوايا عشان يوضح لنا لو كل شخصيه بتحكي نفس القصه ايه اللي ممكن يتغير. شخصيه الدكتوره عايده اللي بتعمل دورها صابرين عجباني جدا، سواء ادائها او كتابه شخصيتها. لوهله كده حسيت ان الصراع كله في المسلسل بيحصل بين سلمى وعايده. مشهد الجلسه النفسيه اللي بينهم في رايي كان معمول باتقان شديد جدا، تبادل الحوار بينهم كان حاد لاقصى درجه، زوايا التصوير بينهم خلت في حاله من الثنائيه، تحس ان في مواجهه شرسه كده بينهم وبين بعض. واحده عندها ماضي مؤلم وشخصيتها بتحصل فيها تغيرات وتحولات نفسيه
عاطفية وفكرية، والتانية دكتورة أمراض نفسية سلاحها الوحيد هو الطب النفسي والأسئلة اللي لازم تسألها ليها بشكل مرتب ومنظم، غير كده مش هتقدر تواجهها. في نفس الوقت مش قادر اعترف برضو ان شخصية سلمى بيحصل فيها تحولات قوي، يعني هي كانت في الاول حابسة نفسها وعمالة تعيط، وبعدين بدأت في رحلة ارك الفيلم بتاعها، لكن هي من البداية واضح انها فيها حاجة غلط، واضح انها تعبانة في دماغها، تركيبة مخها بالتصرف اللي هي بتاخده او رد الفعل اللي بتاخده تركيبة كلها على بعضها بتفكرني بشخصية جينكس في مسلسل اركين، ان هي بتدخل في اي مكان تعمل مصيبة بسبب غبائها. تمام، مسلسل لذيذ هكمله، مش حاسس اني عايز اوقفه. عاش يا شباب، مجهود جميل. متشوق اعرف ايه اللي هيحصل بعد ما سلمى شقطت موسى وبتهدد امه بيه. كليف هانجر لذيذ خالص. اتمنى المسلسل مستواه يعلى ما يقلش. لو هدي تقييم للحلقتين الاولانيين ممكن اقول 7.5 من 10، ونشوفكم على خير ان شاء الله.